بصراحة مبروك، المنتخب المغربي أدى خلال هذا المونديال. لم يكن أحد يتصور قبل المونديال أن المرتبة الرابعة في متناول المنتخب المغربي. منتخبات كبيرة مثل ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا عادت خائبة إلى أوطانها، والمغرب عاد إلى المغرب بالمرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة هي بمثابة تتويج لهذا المنتخب الذي عمل كثيرا من أجلها، وإن شاء الله كأس العالم القادم يكون أفضل. مهما كان اليوم في لقاء كرواتيا الانتصار صحيح ضاع من المغرب، ولكنهم حاولوا، الحكم لم يعطيهم ضربة جزاء، المهم أنهم أدوا. وربما التحكيم لم يكن هو ذاك التحكيم الجيد اليوم بحكم أنه تغافل على ضربة جزاء لصالح منتخب المغرب، ولكن في العموم المنتخب المغربي أدى. لعب بدون مدافعين تقريبا، جل دفاع المغرب تعرض إلى إصابات خلال هذا المونديال، ولكن العزيمة كانت موجودة إلى آخر رمق. نشكر زياش، نشكر حكيمي، نشكر بونو، نشكر مرابط، نشكر أناحي، نشكر كل الذين شاركوا في هذه الملحمة. نشكر الجمهور المغربي والعربي الذي كان في قطر مساندا لهذا المنتخب وراهن عليه. المرتبة الرابعة مبروك مبروك، ولأول مرة فريق إفريقي وعربي يتوج بالمرتبة الرابعة، ليست سهلة وليست متناولة. اليوم نستطيع أن نقول أن كرة القدم العربية والإفريقية تستحق كأس العالم. إن شاء الله في كأس العالم القادم نجد منتخب عربي أو إفريقي يعتلي منصة التتويج. مبروك للأسود وإلى الأمام، ونحن معكم، وإن شاء الله تقدمون أفضل في قادم اللقاءات، وإن شاء الله تفوزون بكأس إفريقيا، وإن شاء الله من تتويج إلى آخر. في هذا المونديال اكتشف العالم العربي نجوم منتخب المغرب، واكتشف العالم أيضا نجوم منتخب المغرب. اليوم أصبحتم لاعبون أو أصبحتم لاعبين عالميين، تستحقون هذا وتستحقون أكثر. الجماهير المغربية والعربية والإفريقية والعالمية كله معكم أيها الأسود.